السوبر المصري هيكون عنوانه يا مرحب بالطموح، الاهلي هيطلعك تاني مجروح. بيراميدز يتاهل لكاس السوبر المكون من 4 فرق اللي هيتلعب في الامارات بعد ما كسب كاس مصر امبارح. لك ان تتخيل ان بيراميدز البطوله الوحيده اللي خدها في تاريخه الاهلي ما كانش بيشارك فيها، ولكن كل البطولات اللي الاهلي شارك فيها كان بيديله على وشه حرفيا. كان بيكسب منه نهائي الكاس، كان بيكسب منه نهائي السوبر، وما خدش منه ولا بطوله. ولكن بيراميدز علشان الاسد مش موجود، الفار بقى يلعب بديه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، كان معاه في البطوله الكومبارس الحالي لنادي بيراميدز. تخيل نادي الزمالك بعد ما كان من ابطال مصر او من احسن فرق في الوطن العربي، دلوقتي بقى كومبارس لبطل تاني في مصر. بس انا اقول لك على حاجه، الزمالك هيروح كوسه، الزمالك هيروح بالكارت الذهبي، يعني هيروح الكاس ده كوسه، مع ان اصلا هو ملوش ان هو يروح او ما يستحقش ان هو يروح. ولو المعايير بتتحط على الاسس القانونيه او الاسس المطابقه للائحه، الزمالك اصلا ملوش ان هو يشارك في كاس السوبر اللي هو مكون من 4 فرق ده. يعني كاس السوبر مكون من 4 فرق، هيبقى فيه الاهلي بطل الدوري، هيبقى فيه بيراميدز بطل الكاس، سيراميكا كليوباترا بطل كاس الرابطه. الفريق الرابع هيروح بالكارت الذهبي وهيدوها للزمالك، لان كان ممكن مثلا يروح الفريق الرابع ده وصيف الكاس اللي هو زد، وصيف كاس الرابطه اللي هو طلائع الجيش. ولكن اصلا الزمالك لو راح هيروح بناء على ايه؟ لا كان وصيف كاس رابطه، لا كان وصيف كاس، لا كان وصيف دوري، ولا كان وصيف لاي بطوله من اللي بتاهل للسوبر المصري اصلا المكون من 4 فرق. ولكن هو هيروح علشان الشعبيه والجماهيريه والكده يعني، والاعلانات والدعايه والحاجات الهبله اللي احنا بنسمع عنها دي. وهيجي على حساب فرق كتير جدا. ففي فرق كتير هتتظلم، اللي بيقول لك ما بيساندش او ما او الزمالك اصلا ما بيتساندش من اي حد. لا يا حبيبي، انت بتتسند اهو، وهتروح بطولات تلعب فيها كوسه اصلا مالكش ان انت تشارك فيها. دي حاجه. الحاجه الثانيه، بيراميدز كسب الكاس عشان كان معاه الزمالك ضعيف، والزمالك اصلا ما عندوش صحه، والبطولات ديت اصلا عايزه صحه وهو عنده كحه. لكن بيراميدز جاي لي في السوبر المصري، بما ان انا كاهلاوي او النادي الاهلي هيشارك فيه، مش هيشمها يا جدعان، والله ما هيشم ريحتها. وده كلام عن ثقه، والله العظيم مغرور ولا اي حاجه، ولا بفخم في النادي بتاعي. ولكن انا اكتر حد واثق في لاعيبتي، احنا جمهور الاهلي كده مش واثقين غير في لاعيبتنا، والله العظيم، وبنسيبها على ربنا، هو ده اللي بيوفقنا. فبيراميدز يا جدعان دي اخر بطوله هياخدها ليه في الموسم اللي جاي واللي بعده، لان كل البطولات المحليه اللي هو يلعب فيها الاهلي هيشارك فيها، واي بطوله الاهلي هيشارك فيها بيراميدز مش هيشم البطوله اصلا.